عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل الفول المدمس وهنعرف الطرق بتاعته ان هي بتخلي الفولة تطلع كويسة معايا مستوية، مش لونها اسود، لونها فاتح زي عربيات الفول بالظبط. معايا هنا المقادير، معايا نص كيلو من الفول البلدي، ولازم يكون الفول بلدي. انا هنا غسلته وبسيبه من الصبح بالليل نقعاه، وبعد كده بغسله وبصفيه. عندي كده بقى هنا كوبايه من العدس الاصفر برضو غسلتها وصفيتها، وعندي هنا طماطمايه، وعندي هنا بصلايه، وعندي هنا جزرايه، وعندي هنا ليمونايه، وعندي هنا 3 فصوص ثوم، وعندي هنا ميه مغليه. هي دي اللي هنسقي بيها الفول، هي دي اللي هتخلي الفول لونه فاتح والفوليه معايا ما تسودش. انا بقى دلوقتي هحط الفول في القدره. بعد كده ما حطيت الفول في القدره كله، هحط العدس معايا. بعد بقى ما حطيت العدس هنزل الجزرايه، وهنزل الطماطمايه، وهنزل البصلايه، وهصر الليمونه كده من فوق كده. انا عصرت الليمونه خلاص. بعد كده هجيب 3 فصوص ثوم احطهم كده. بعد كده هحط الميه المغليه بتاعتي كده من فوق بالشكل ده لحد ما نغطي الفول خالص، بس كده. وهسيبها على نار. اول ما تغلي هبدأ اهدي على الفول خالص وبراحته لحد ما يستوي، وكل ساعة او ساعة ونص ببص عليه. اول ما تلاقي المية قلت تزودي مية مغلية، برضو بتزودي مية مغلية. ده كل اللي انا بعمله ده بيساعد ان الفولة تفضل فاتحة ومحافظة على لونها. وطبعا باضافة البصل والجزر والطماطم والعدس، كل ده برضو بيحافظ على لون الفولة معايا، بس اهم حاجة المية المغلية. انا هنا حطيته على نار عالية لحد ما يغلي. اول ما يبدأ يغلي هبدأ ان انا هدي عليه خالص وبراحته لما يستوي. هاجي من ساعة لساعة ونص ابص عليه، كل ساعة ونص ابص عليه. اول ما ابص عليه والاقي الفولة لسه ما استوتش معايا ازود بالمية المغلية عادي، مفيش مشكلة لحد ما يستوي. وبعد كده اغطي عليه بالشكل دي. هنا هبص على الفول بتاعي، بصوا المية اتشربت ازاي، بصوا. طب انا دلوقتي عايزه اطلع فولايه كده عشان ابص عليها اشوفها استوت ولا لا. بصوا لون الفول فاتح معايا ازاي، شايفين؟ بصوا الفول هو هنا هشوفه استوى ولا ما استواش. كده لسه ما استواش، لسه عايز سنه كمان. لسه هنا الفولايه ما استوتش معايا. هعمل ايه؟ هرجع كل ده كده زي ما هو، وهجيب الميه المغليه بتاعتي دي بتغلي اهيت، واقوم منزلاها على الفول كده بالشكل ده. ميه سخنه بتغلي. انا جيت هنا ببص على الفول بتاعي اهو، هو خلاص دخل كده في مرحله السوا، هو خلاص كده معايا استوى بالشكل ده. بصوا الفوله بتاعتي فاتحه ازاي، لونها فاتح اهيت. بصوا الفول معايا فاتح ازاي، مش غامق ومسود زي ما الناس كانت بتشتكي. الفوليه اهيت عشان اطلعها لكم برضه توضح لكم اكتر، اهي فاتحه اهيت. هو كده اخد معايا، انا بالتقريب اخد معايا كده 3 ساعات سوا، حسب برضو ما بتنقعيه، يعني حسب النقع بتاعه بياخد على قد السوا بتاعته. وانا كده دلوقتي هغرفه وهنعمل مع بعض بقى الدقه. بصوا اول ما حطيت الميه دي بتغلي، بصوا عامل ازاي، بس. واسيبه واغطي عليه وارجع بعد ساعه ونص ابص عليه تاني. انا جيت هنا ببص على الفول بتاعي اهو، هو خلاص دخل كده في مرحله السوا، هو خلاص كده معايا استوى بالشكل ده. بصوا الفوله بتاعتي
فاتحه ازاي، لونها فاتح اهيت. بصوا الفول معايا فاتح ازاي، مش غامق ومسود زي ما الناس كانت بتشتكي. الفوليه اهيت عشان اطلعها لكم برضه واوضحها لكم اكتر اهي فاتحه اهيت. هو كده اخد معايا انا بالتقريب، انا اخد معايا كده 3 ساعات سوا، حسب برضو ما بتنقعيه، يعني حسب النقع بتاعه بياخد على قد السوا بتاعته. وانا كده دلوقتي هغرفه وهنعمل مع بعض بقى الدقه. الفول اهو انا طلعته اهو زي ما انتم شايفين اهو ماشي. هحط له شويه ملح كده، واحط له شويه فلفل اسود، واحط له شويه كمون كده واقلب. بعد كده هحط له شويه زيت من فوق كده، زي ما انتم شايفين، واقلب. اصبح معايا الفول خلاص كده بقى جاهز. حطيت له الملح والكمون، شويه من الملح والكمون، شويه من الفلفل الاسود، وشويه زيت. هنيجي مع بعض نشوف الدقه هنعملها ازاي عشان نحطها على الفول. الدقه هنا عباره برضك عن ملح وكمون وفلفل اسود وشويه من الطحينه، وعندي هنا فلفل احمر حار او عادي، مش شرط يعني، ممكن تحطي حار او عادي، على توم مفروم، 3 فصوص توم مفروم، ونص ليمونه. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. وعندي طبعا الزيت والخل اللي انا هستخدمهم في الدقه. اول حاجه انا هنا حطيت معلقه من الطحينه وخففتها بالميه بدون اي اضافات، وحطيت عليها معلقه كبيره من الخل، يعني حطيت ميه وخل بس لحد ما خففتها بالمنظر ده كده بدون اي اضافات. وبعد كده هحط لها فلفل اسود وكمون وملح، التوابل بتاعتنا، نزلت التوابل بتاعتنا والثوم مع الفلفل الاحمر، وهحط عصره الليمونه. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت معاكم ميرفت من مطبخ الحياه حلوه.